ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا نشوف النهارده هنعمل مع بعض ايه. هنعمل مع بعض ان شاء الله وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم وتقوموا تجربوها على طول من كتر سهولتها وبساطتها. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله قشطة الافران. قشطة الافران دي سهلة جدا وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص وسهلة وسريعة. هي عبارة عن معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية كبيرة، كوباية مية. تمام. وهننزل عليهم بعد كده. الأول هندوبهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هندوب الخميرة والسكر مع بعض والمية. تمام كده. بالشكل ده. وبعد كده هندخل عليهم الدقيق. لا، انا هنا حطيت السمنة الاول. هنحتاج نص كوباية سمنة بالشكل ده كده. انا هنا استعملت السمنة كانت سمنة بلدي. انتي ليكي حرية الاختيار، تستعملي زيت، تستعملي سمنة اي نوع انتي تحبيه، او اي زبدة انتي تحبيها براحتك، بس المهم ان هي تكون سايحة بالشكل ده. تمام. انا هنا ما استعملتش فانيليا لاني انا مكتفيه بريحه السمنه البلدي وطعم السمنه البلدي. لو حطينا زيت او اي سمنه نوع تاني هنحط يعني نص معلقه فانيليا عشان نضيع الريحه بتاعتها او نقوي الطعم والريحه بتاعتها. تمام. انا هنا كده بقى نخلت الدقيق، والدقيق اللي انا استعملته متعدد الاغراض مش لحاجه معينه. اي نوع دقيق ترتاحي له وتحبي تستخدميه استخدميه، ما فيهوش اي مشاكل في الوصفه دي بالذات. كده انا خلاص خلصت الدقيق. تمام. هنحط بقى دلوقتي كمان نص معلقه ملح صغيره. يبقى هنا مقاديرنا كانت عباره عن معلقتين سكر كبار، معلقه خميره فوريه، كوبايه ميه، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه، نص كيلو دقيق، نص معلقة ملح صغيرة. المية هتزيد معانا بعد كده بس بالتدريج، بس احنا في الأول بنحط كوباية مية في الأول. تمام. وهنبتدي نعجن بقى بالشكل ده كده، نلم الدقيق كلته لغاية ما يختفي خالص بالسوائل اللي احنا حطيناها. تمام. هي مش هتحتاج مننا عجين كتير ولا اي حاجة، حاجات بسيطة يعني 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، وش مرحلة طويلة يعني. انا هنا حاسه ان العجينه ناشفه، يعني تحس ان هي يعني تقيله وناشفه. انا طبعا حبيت ان انا اعملها بالميه عشان لو حد ما عندوش لبن ما تبقاش بالنسبه له مشكله، او تبقى حاجه بتعطله ان هو يقوم يعملها. هي تتعمل بميه وتتعمل بلبن، مفيش مشكله. هنا بقى نزلت بالميه بالتدريج بقى. هي في هحتاج كمان نص كوباية مية. النص كوباية مية دي مش هنزل بيها مرة واحدة، هننزل بيها بالتدريج. وبعدين ناخد بالنا ان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. يعني في دقيق ممكن ياخد منك ربع كوباية مية، وفي دقيق ممكن ياخد منك الكوباية بس، وفي دقيق ياخد الكوباية ونص. ماشي. فانا هنا الدقيق خد معايا كوباية ونص، بس نزلت بيه النص التاني ده بالتدريج مش مرة واحدة، لغاية ما العجينة تطرى في ايديا خالص وما تلزقش.
برضو هي بدأت تطرى هنا، بس مش الملمس اللي انا عايزاه ولا النعومة اللي انا عايزاها، لسه برضو شوية. بالشكل ده كده. كده هكمل برضو لغاية ما تطرى خالص زي ما انا عايزة وزي ما انا حابة. المهم ان هي تبقى طرية وما تلزقش في ايدينا. هنا بقى انا بصراحة عشان ابقى متحكمة اكتر في العجينة، رحت جاية عاملاها على الرخامة بالشكل ده كده. نعجن فيها 3 4 دقايق كده بالمنظر ده. ايوه كده. تمام. انا بصراحة حسيت ان انا مش متحكمة فيها قوي في قلب الطبق، لغاية ما وصلنا للشكل ده والملمس ده، طرية خالص في ايدينا ومش بتلزق في ايدينا خالص. هنحطها بقى في الطبق وهنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق بالظبط. كده بعد ما ارتاحت حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، هبتدي افردها بشكل مستطيل. انا هنا طبعا مسبتهاش تتخمر، انا اشتغلت فيها على طول، مش هسيبها تتخمر، بس هنخمرها بعد ما نقطعها. كده انا بحاول افردها بشكل مستطيل عشان اعرف اقطعها كويس. تمام كده. كده اتفردت زي ما انا عايزة بالظبط. هسيبها بقى هنا حوالي 10 دقايق بالظبط كمان. كده ارتاحت العجينة 10 دقايق مش اكتر، وهبتدي بقى اقطعها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. تمام. وهنقسم الحتة اللي احنا قطعناها دي لقطع صغيرة، كل قطعة حوالي من 50 ل60 جرام، او على حسب ما انتوا تحبوها، بس انا حابة ان انا اعملها حجمها صغير مش كبير قوي، بالشكل ده كده. هنلمها كلها ونعملها يعني قد عين الجمل، اكبر من عين الجمل شوية، حاجات بسيطة مش كبيرة قوي، زي ما انتوا شايفين حجمها كده. طبعا انا هكمل الكمية كلها بالمنظر ده. هنعمل الجزء التاني كمان بنفس الشكل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، ونقطعه برضو وهنقسمه لقطع صغيرة. كده انا هنا كبرتها شوية، بس برضو هرجع اظبطها تاني.
بلف كور صغننه كده زي ما انتوا شايفينها. هنا في الشكل ده كده انا حسيت ان الحجم اللي انا عملته ده طلع اكبر من الحجم الاولاني. هنكمل الكمية كلها مع بعض. تمام. وهنسيبها ترتاح شوية عشان لما نيجي نفردها في الصينية تبقى تتفرد معانا بمنتهى السهولة، ما تبقاش العجينة تلم مننا تاني. احنا كده خلاص خلصنا الكمية اللي معانا كلها. هنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. تمام. وهنبتدي نجيب الصواني او الحوض اللي انت هتعملي فيه وهنبتدي نفردها. تتفرد معانا بمنتهى السهولة لان هي ارتاحت، خدت راحتها شوية، خمرت وخدت راحتها خلاص، فهتتفرد معانا عادي خالص ومش هتلم تاني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا بفرد واحدة واحدة في الصينية عادي وما تخافوش، ومش هتلزق في قلب الصينية ولا اي حاجة، هتطلع بمنتهى السهولة. انا هعمل معاكم الحوض ده كله بالشكل ده كده. بنحاول طبعا واحنا بنفرد العجينة نعملها على شكل دايرة، على قد ما نقدر نعملها على شكل دايرة بالمنظر ده كده. ودخلناها الفرن على درجة حرارة وسط، وزي ما انتوا شايفين شكلها طلعت تحفة وطعمها تحفة اقسم بالله. يا رب تكون الوصفة خفيفة وعجبتكم، تعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.